صاروخ أبو علي بوتين. أنا كنت طالع على الدوام، كان مكان عملي بباب الهواء، راكب الموتور وماشي، أطلع من الدانة على سرمدة على باب الهواء، وأني ماشي، أنا بالعادة ما أسرع، وأشعر بشيء ضغط كبير جدا. أعمل هيك العمل، من طلعت فوق وإذ جسم مثل الوحش، صاروخ كبير يعني يمكن 6 ل10 أمتار، مثل الوحش الخرافي معدي فوقك هيك. وشفته كأنه، يعني عرفت انه بالمراحل الأخيرة انه كان ينزل. أنا مباشرة شو عملت؟ فت بأراضي زراعية، قلبت الموتور وقلبت حالي وبدأت أدعكل بعيد عن الموتور، لأنه طوله 10 أمتار أو أكثر، وإذا انفجر جت صابتك مثلا شظية بالموتور أو كذا راح تحترق. هذا يعني إذا لك عمر يعني. فالحمد لله أنه هذا الصاروخ وين نزل؟ نزل بأراضي زراعية مفلوحة، وكان بيني وبينه أيضا بيت، لكن بدك تاخذ احتياطاتك. فما قربنا عليه باللحظات الأولى، أنا ما عاد أقدر ألحق أطلع الكاميرات معي، لكن الكاميرا محطوطة بشنتاية. فبعد ما رميت الموتور وصرت الدعكل وسمعت عليها وصلت الشنطة، وكنا نترقب انفجاره بأي لحظة. فشفت غبرة طلعت واستقر، فطلعت الكاميرا وجيت عاد أخذ الصور ثابتة لنا. بعد تقريبا احنا 10 دقات تقريبا حتى قدرنا نتجرأ نصل لعنده. والله لما رحنا وصورته بأجهزة لسه تشتغل. ففزعوا الأهالي وأهل الخبرة وبدأوا بفكفكته، اللي شايل قطع ألمنيوم، اللي شايل بناس فكت الرأس المتفجر من قدام. طبعا أنا ما قربت، أنا لأنه مالي شغل، لأنه غلط إنه في ناس تعمل على صاروخ نزل حديث ممكن يكون له مؤقت يعني. هذا قصتنا مع صاروخ أبو علي بوتين.